أولا اتهام الإخوان بالإرهاب يعني قضية مضحكة، لأن مصر استصدرت حكما من قاضي صغير في محكمة تسمى محكمة الأمور المستعجلة. هذا القاضي يعين من قبل أمن الدولة، هو الذي أصدر حكم بأن جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وصدرت هذا إلى السعودية وإلى الإمارات حتى تصنف جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. حاولت ذلك مع إنجلترا وأمريكا ففشلت فشلا ذريعا رغم الأموال التي دفعتها السعودية والإمارات. حجم الأموال التي دفعت هناك هائل جدا، لكن التقرير الإنجليزي خرج دقيقا جدا، قال أن جماعة الإخوان المسلمين هي حائط صد ضد التطرف والإرهاب. الذي يمنع من التطرف جماعة الإخوان المسلمين، حائط صد ضد التطرف والإرهاب. هذا التقرير الإنجليزي. ترامب ورود كروز من الحزب الجمهوري حاولوا تصنيف الإخوان جماعة إرهابية، لكنهم فشلوا تماما. جميع المؤسسات الأمريكية أشارت عليهم بأن هذا لا يمكن ولا يجوز، وهذا يطعن في الديمقراطية الأمريكية. كيف تتهم جماعة مجرد أنها تدعو إلى الله سبحانه وتعالى تتهمها بالإرهاب؟ هذه جماعة يعني تعمل على تحسين أوضاع المصريين أو أي شعب من الشعوب بالوسائل السلمية المتعارف عليها، وليس بالعنف والإرهاب الذي يدعون. تصنيف الدول العربية للإخوان المسلمين أنهم إرهابيين يعني لا يفت في عضلة الإخوان إطلاقا، لكنه يجعل هناك فرصة للقوانين التي تستخرج من مجالس الشعب الغير منتخبة أو التي يعينها نظام العسكر، فيتم الاستيلاء على أموال الإخوان المسلمين وممتلكاتهم بقوانين يصدرونها. الآن الإخوان كل أملاكهم تم مستوردها في مصر لحساب السيسي والانقلاب العسكري. أما التطبيع فهو يعني كما نقول بالعربية تحصيل حاصل، هو شيء يعني كان موجود. كلهم لهم علاقات قائمة ودائمة مع إسرائيل، بل أننا نكتشف أن الوفود الإسرائيلية كانت تزور هذه البلاد التي لم تطبع مثل الإمارات وما إلى ذلك منذ عقود، وهم يزورون هذه البلاد. فجاء التطبيع يعني تتميما لهذا أو إظهارا لهذا الذي كان يحدث في السر. الحقيقة بعض المشاكل التي نتعجب لها اندفاع قطاع من هذه الشعوب إلى حسن التعامل مع العدو الصهيوني. لما نلاقي إماراتيين بيسافروا للسياحة في تل أبيب ويخرجوا فيديوهات يقولوا إحنا في أحسن دولة، دي دولة عظيمة، دي دولة نتمنى أن نكون مثلها، دي دولة كذا وكذا وكذا، نتعجب هؤلاء ماذا كيف تم غسيل أمخاخهم؟ ماذا يعني الشعب المصري أنور السادات عمل تطبيع مع إسرائيل منذ 42 سنة. الشعب المصري 42 سنة يقاطع إسرائيل مقاطعة تامة. السفير الإسرائيلي لا يستطيع أن يتحرك داخل مصر، بينما في الإمارات فيه قطاع إسلامي من الشعب يرفض هذا، نعلم هذا جيدا، ولكن هناك قطاع آخر من الشعب يعني فوجئنا بمجرد الإعلان عن التطبيع أنه يسافر إلى إسرائيل وينفق الأموال ويقيم مشروعات. الأخطر من ذلك أن المجرمين الصهاينة الذين هم محكوم عليهم بالإدانة في جرائم داخل إسرائيل وجدوا ضالتهم في الإمارات. الآن العشرات منهم ذهبوا إلى الإمارات لكي يمارسوا هذه الجرائم، جرائم مالية وجرائم اقتصادية وجرائم أشد من ذلك، لكي يمارسوها في الإمارات. والآن يخرجون الفيديوهات من الإمارات ويقولون نحن نعيش في بلدنا الأصلية هذه الإمارات. أنا لا أرى أن هذه الدولة لها مستقبل في ظل حكم محمد بن زايد ومن على شاكلته. أرى أن هذه الدولة لابد أن تنهار على يد الشعب الإماراتي الحقيقي صاحب هذا البلد وصاحب هذه الأرض. يعني لا تتعجب من هذا القول، ولكن نحن نعلم أن هناك تنبؤات كثيرة سواء من التوراة أو من القرآن بقرب سقوط دولة إسرائيل. يعني مجرد أن يمشي ترامب ستتغير معادلات كثيرة في الشرق الأوسط. لماذا؟ بايدن هذا يعني الآن الأمريكان يقولوا أن بايدن هذا أول رئيس يتم انتخابه أو رئيس أمريكي يتم انتخابه بدون أصوات اليهود. هذه سابقة خطيرة جدا. من الذي انتخب بايدن؟ السود والمسلمين.
المسلمين ليسوا كثيرين، لكن أصبح لهم نفوذ. الآن عندهم 25 نائب مسلم ينتشرون في البرلمانات في الولايات الأمريكية، لهم أعضاء في مجلس الشيوخ يدافعون عن دين الله عز وجل. هذا التغير سوف يقلل الاهتمام الأمريكي بإسرائيل، وربما، أنا أقول ربما، هذا ترامب يعطينا مفاجآت قبل 20 يناير. ربما لا يسلم السلطة، ربما يدعو إلى تطبيق الأحكام العرفية، ربما يلغي نتائج الانتخابات، ربما نجد الجيش الأمريكي يقف في الشوارع الأمريكية مثل دول العالم الثالث. كل هذا وارد، لأن هذا رجل مجنون حقيقي، ويخشى تماما أن يترك هذا الكرسي، لأنه يعلم أنه سيحاسب. ممكن أن يعمل أي شيء، وهو باقي له الآن 23 يوم 24 يوم، ممكن أن يعمل فيهم أي شيء حتى لا يصل بايدن إلى السلطة. إن فعل ذلك سوف تنهار أمريكا، ستنقسم أمريكا. هناك علماء سياسة من النرويج يتوقعوا انهيار أمريكا في المسافة ما بين 2020 إلى 2025. في هذه المدة سوف تتفكك أمريكا إلى أكثر من جزء. إذا حدث أي شيء في السياسة الأمريكية الخارجية سوف تنهار إسرائيل، لأنها لن تجد الداعم الحقيقي الذي يدعمها. انظر أمس إسرائيل تضرب غزة، إسرائيل بلا أي سند من قانون تضرب غزة، وغزة هذه منطقة صغيرة، يعني لو ألقيت قنبلة واحدة في أطرافها تسمع في كل أنحاء غزة. يعني شعب غزة هذا يعيش تحت القهر. هل يعقل أن دولة تمتلك كل هذه الترسانة وعندها أسلحة نووية تجاورها يعني قطعة صغيرة اسمها غزة لا تمتلك السلاح لتدافع عن نفسها؟ هل هذا أين العرب؟ أين المسلمين؟ هذا شيء جنون. كيف تنطلق الطائرات الإسرائيلية لكي تضرب هذا الشعب بهذه الضراوة، والشعب لا يمتلك ما يدافع به عن نفسه؟ لا نظن أن هذا سيستمر. إذا حدث شيء في أمريكا بالفعل سوف تنهار إسرائيل، وإذا انهارت إسرائيل سوف تنهار كل نظم الحكم التي تراها الآن. نظام السيسي سينهار، نظام ولاد زايد في الإمارات سينهار، نظام آل سعود سينهار، نظام الحكم في السودان سينهار، نظام المغرب سينهار. ستتغير منظومة المنطقة العربية، وستخرج هذه الشعوب لتحقق الوحدة العربية التي نتمناها. أهم ما يحدث فيها أن كل الحدود التي أوجدها سايكس وبيكو، تعرفون طبعا معاهدة سايكس بيكو، سوف تنتهي إلى الأبد، ويعود المنطقة العربية إلى منطقة واحدة. يخرج الشخص العربي من بلاد المغرب إلى الخليج لا يوقف أحد، لأن هذه كلها أصبحت بلد واحد يحكمها قائد واحد. هذا يتطلب قدر من الوقت، قد يحتاج 20 أو 25 سنة قادمة، لكن أرى أن ما وصل إليه الحال من شدة الظلم في هذه المنطقة سوف يؤدي إلى انفجار هذه الشعوب، حتى تتخلص من هؤلاء الحكام الذين يمنعون وحدة الشعوب العربية حتى الآن. الشباب الإخوان المسلمين الذي خرج في الثورة في مظاهرات، والذي أيد الرئيس محمد مرسي عليه رحمة الله في الوصول إلى كرسي الحكم، عندما حدث الانقلاب أصابه صدمة شديدة جدا. فهذا الشباب يعني تأثر كثيرا في رؤيته وفي فكره، يعني ماذا الذي حدث وكيف يحدث كل هذا الظلم. والبعض قال لماذا لم تستخدم الجماعة السلاح في مواجهة النظام العسكري؟ قلنا لهم أن هذا غير ممكن، لأنها ستكون حرب أهلية، نحن لن نتحارب مع الجيش المصري، شيء طبيعي. ولكن كثير من الشباب عنده يعني شيء في نفسه عن هذا الذي حدث. في المقابل الشعب المصري في استطلاع معهد شيكاغو، استطلاع رأي عمله داخل الشعب المصري، وجد أن الشعب المصري، ثلث الشعب المصري، قرابة 35% من الشعب المصري يؤيد الإخوان المسلمين حتى الآن رغم كل هذا الذي حدث. أي تغيير في الفترة القادمة في المنطقة بدون أدنى شك أن الشباب الذي فقد الرؤية في الفترة الماضية سوف يعود إلى جماعته، ونحن نعمل الآن على استرجاع كل هؤلاء الشباب بإذن الله تعالى، ولدينا خطط بدأنا فيها بالفعل، وبدأنا استرجاع قطاع كبير من الشباب، ناهيك عن أن الشباب في مصر لا زال داخل الجماعة ويعمل بشكل قوي داخل الجامعات وفي أماكن التجمع وفي أماكن الأعمال، يدعو إلى الله عز وجل باحتراس وحتى لا يقع تحت طائلة النظام العسكري. المستقبل يبشر بالخير، لأن
السيسي الآن ظهرت هاشتاجات من هؤلاء الشباب الذي لا يرضى عما يحدث، ظهرت هاشتاجات في وسائل التواصل الاجتماعي تقول له ارحل يا سيسي، ارحل يا سيسي. قبل الاحتفال بالثورة بشهر، قبلها بشهر بيقول له ارحل يا سيسي. هذه الهاشتاجات أخذت ترند عالي الآن، تدل على أن هناك قطاع ضخم من شباب المصري يريد لهذا السيسي أن يرحل. شباب ينتظر أي فرصة للانطلاق في ثورة جديدة والانقضاض على نظام الحكم القائم حتى يتخلص من هذا السيسي ويحكم هذا الشعب نفسه بنفسه. ظني أن المستقبل مبشر، سوف تكون هناك يعني تضحيات كثيرة، ولكن يعني طالما أن الله عز وجل يعني تقبلنا شهداء عنده لا نأبه بهذه التضحيات. الشهادة هي أعلى ما نتمناه، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا كما نقول في هتافتنا. فإذا كانت الشهادة هي الثمن الذي ندفعه فالثمن الجنة عند الله سبحانه وتعالى. نأمل في ذلك، نأمل أن نكون شهداء في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. شعب مصر سيدفع تضحيات كثيرة، ولكن السيسي ونظامه سينهار، وسينهار النظام العسكري إلى الأبد، وسيعود جيش مصر جيش حقيقي يدافع عن مصر بل عن الأمة العربية بأسرها. وستتوحد كل البلاد العربية هذه بسقوط السيسي، وسوف تصبح تركيا والمنطقة العربية الكماشة التي سوف تقضي على دولة إسرائيل في خلال سنوات بإذن الله تعالى. ربما إحنا يعني كبار السن لن نرى هذا المشهد الذي يعني نأمل من الله عز وجل أن يتم سريعا، لكن أنتم كشباب أسأل الله عز وجل أن تروا هذا بأعينكم. هل تعرف قوم بني إسرائيل عندما رأوا بعيونهم فرعون وهي يغرق في الماء؟ أنا أظن أنكم أنتم يا شباب سترون هذا السيسي وهو يغرق في بحور الدم التي سيصنعها بنفسه ثم يغرق هو فيها لكي ينتهي هذا الفكر العسكري الاستبدادي إلى الأبد في المنطقة العربية، وتنمو هذه الشعوب، وأكرر وأقول وتكسر حدود سايكس وبيكو، وتتحد هذه الشعوب في وحدة عربية مبدئيا ثم إسلامية. لأنه لو اتحدت الشعوب العربية ولو تقاربت مع تركيا ستأتي كل الشعوب الإسلامية الأخرى لكي تنضم إلى هذه الوحدة، تصبح هذه المنطقة العربية قوة جديدة جدا تظهر للعالم مع القوة الروسية والصينية وما يتبقى من القوى الأمريكية إن حصل فيها شيء، وقوة أوروبا الغربية التي بدأت تتهاوى وتتراجع، بينما المنطقة العربية قابلة للنمو والنهوض بكل إمكانياتها ومقدراتها وأفكارها وعلمائها وأبنائها أكثر بكثير من أوروبا الغربية. هذا حلم سيبدأ تحقيقه بإذن الله تعالى من 2021 توفيق الله عز وجل، عندما نرى هذه النظم تتزعزع أكثر وأكثر ثم تنهار بإذن الله تعالى. ومع انهيارها يبدأ انهيار دولة إسرائيل، ويبدأ صعود نجم أمة الإسلام مرة أخرى بإذن الله تعالى إن شاء الله. يسألونك متى، قل عسى أن يكون قريبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.